السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. بداية اكسبوا الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس أمرا، لايك على هي الفيديو. بداية الأمر إخواني الكرام، هي التحذير للأخوة السوريين المقيمين في اسطنبول أو بالولايات الكبرى. صديقي العزيز، حتى لو كانت أمورك نظامية، اليوم إدارة الهجرة إخواني الكرام مهلت 24 أيلول، هي المهلة النهائية. أنتم اليوم إخواني الكرام يعني الناس لازم تتعلم من الدروس السابقة، لما كانت إدارة الهجرة تمهل الناس اللي ما قيدوا الأدرس، وبعدين شفنا أخواني الكرام قرابة 100 عائلة أخواني الكرام أو 100 شخص تم إلغاء قيود أو تجميد قيود من قبل إدارة الهجرة، يعني كملكك صار بالفاضي أخي الكريم. فما بالك أخي هلأ بالوقت الحالي أي شخص عم يكون غير قانوني عم يتم إدخاله يا أما بمركز الإيواء، ومركز الإيواء متى ما دخلت عليه أخي الكريم معناته أنت على الترحيل بشكل فوري، يا أما أخي الكريم بدك توكل محامي وتخسر الغالي والنفيس. لذلك أخواني الكرام نحن عم نوجه عليكم هاي الرسالة. أنا اليوم أخواني الكرام ماني قانوني وماني محامي، لكن أخواني الكرام أنا اليوم دارس بالقانون وعارف شو هو القانون صح. اليوم لما قرار بيصدر من قبل إدارة الهجرة أو تحذير بيصدر من قبل إدارة الهجرة، الحكومة ليست مسؤولة عن أي اتخاذ قرار آخر بتبع القرار اللي تم إصداره. يعني أنت أخي الكريم بعد 24 أيلول، وممكن الحملة تبلش قبل 24 أيلول لإرجاع جميع المواطنين اللاجئين السوريين إلى ولاياتهم، هي التعامل أخواني الكرام ما راح يتم التعامل فيه، راح يرجعوك ممكن على مركز الإيواء وبعدين على مراكز الترحيل. صديقي العزيز أخي الكريم، انتبهوا من هي المواضيع، الله يبارك فيكم جميعا. ومنخص بالذكر سكان ولاية اسطنبول من السوريين، هي فرصتك الأخيرة ترجع لولايتك. بعرف أنت مقيم بولاية اسطنبول بقصد العمل وبقصد الشغل وبقصد انك تترزق ربك، لكن انت اذا بتتمسك اخي الكريم راحت عليك، او بدك تظل ببيتك وتخاف من دوريات الشرطة. حبينا ان نوضح حي الامر اخواني الكرام، وبتمنى ان تكون الرسالة وصلت. بعد 24 ايلول اخواني الكرام راح تشوفوا ليش الناس عم تترحل، وراح تقولوا عم تظلمنا الحكومة التركية. اخواني الكرام انا ماني واقف لا بصف هي ولا بصف هي، انا اليوم علي واجب نقل الخبر، واجب اني خبر اهل بلدي ونبههم من الأمور اللي راح تصير بالوقت الحالي. موضوع تساهلات إخواني الكرام انسوه. هلأ الحكومة التركية مقبلين على انتخابات البلدية، راح يكون في تجديد من قبل الحكومة التركية، وراح يزيد أيضا موضوع العنصرية اتجاه اللاجئين. بتحب أخي الكريم تسمع، أهلا وسهلا فيك. ما بتحب تسمع، هي أخي الكريم النصيحة اليوم عم نقدمها بالمجان. بالمقابل الأشخاص أيضا اللي عم يستفيدوا من كرت الهلال الأحمر التركي، أخي الكريم أنا بأكد لك هي الموضوع، الأشخاص اللي عملوا معهم استبيان من قبل الهلال الأحمر التركي، اليوم في اتصالات وصلتهم من الهلال الأحمر التركي عم يبلغوا بعض من العوائل إن حولنا معلومات كل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مشان موضوع السفر. يعني كلامنا أخواني الكرام اللي نحن عم نحكيه هو واقعي 100%. حبيت أيضا إني أطلعكم على هي المعلومة، وهي الشيء رح تشهدوه على أرض الواقع. بتحب تصدق عزيزي أهلا وسهلا، ما بتحب تصدق كمان هي شيء عائد إلك. بالنسبة لموضوع أيضا التسجيل على السفر لأوروبا، اخواني الكرام اي شخص بيقولكم او بتشوفوا اعلانات نحن بنسجل لكم من داخل المفوضية، كثير من الناس انا بتفاجئ عم يقعوا بنفس الغلط وبتكلفة اخواني الكرام تتجاوز 8000 يورو. صديقي العزيز اليوم يعني على مفترض نحن صلنا 10 سنين بتركيا، النصابين موجودين من لما نحن دخلنا، والسماسرة موجودين بكل شيء. انت يا اخي الكريم ليش عم تكون ضحية لهي الاشخاص؟ عم تدفع لهم مبالغ، بعد ما بتدفع بيقول لك بعد ما يجيك الموافقة رح تجيك رسالة، وهو بالاساس باعت لك هي الرسالة عبارة عن كذب وافتراء. انت يا اخي الكريم لا تنجر لهي الناس، الله يبارك فيك والله يجزاك كل خير. ابعد عن هي الناس. في اشي اسمه اخواني الكرام طرق قانونية لكن ما هي مضمونة، وهي الطرق اخواني الكرام ما عليها اي اشكال، اي انسان بيقدر يقدم على هي المواضيع. قدم من خلال القنصلية الفرنسية، هي شيء مؤكد 100% عزيزي. ممكن بعد 6 شهور، ممكن بعد سنة، لكن احتمالية كبيرة أخي الكريم إذا في عندك حالة إنسانية يجيك موافقة. أخواني اسعوا. الشخص اللي بيقول لي والله عم نقدم وما عم نستفيد أي إشي من المواضيع اللي أنت عم تقدمها، أخي الكريم نحن عم نقدم عسى ولعل أنك تستفيد، وأنا ما عم أعطيك شيء بالمصاري حتى أنت مثلا أخي الكريم تلومني على هي الشيء. عم نعرض لك أخي الكريم جميع الروابط، وأنت سجل، ما خسران اي شيء على اي شيء كان. انت اليوم ما عم تدفع مصاري مقابل هي الشيء.
بالمقابل منحرص على الناس اللي عندهم ملفات واللي عم يدعوا ان نحن بنسرع لكم ملفات عبارة عن نصب واحتيال. والله يا اخوة ما في ولا شخص له علاقة داخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كلهم عم يمتح له صفة انه نحن قادرين نسجل لكم من خلال المفوضية، وهو عبارة عن كذب وافتراء. الاشخاص اللي عم تسجل على برامج هجرة العمل واللي عم يتلقوا من الناس $100 على الفرد الواحد بالعائلة، انت اخي الكريم ما فيك ضمير، ما فيك دين يردعك اخي؟ يعني $100 او 100 يورو انت عم تتقاضاها من الفرد، وهي الشيء مو مضمون 100%. يعني اذا انت ضامن هي الشيء اخي الكريم، لكن الناس بتعطيك بدل ال100 200. ترى البرامج اخواني الكرام برامج هجرة العمل، انا عم اقصد هجرة العمل هلأ كلامي، مو اللجوء الانساني من خلال فرنسا او المنظمات الكندية الداخلين ضمن اتفاقية سها واللي ما بتحتاج جواز سفر. هجرة العمل بدها جواز سفر. في اكثر من 20 برنامج هجرة عمل لكندا اخواني الكرام، لكن فئة قليلة اللي عم يجيها موافقات. عرفتوا وين النقطة اخواني الكرام؟ هي اللي عم يتقاضى 100 يورو و200 يورو على الفرد الواحد، هي ظلم وافتراء. عرفت شلون اخي الكريم؟ صح مكلف السيرة الذاتية ومكلف في جهد بالتقديم، لكن حرام هيك مبلغ يتقاضى او تدفعوا لهي الناس. حبينا ان نبلغكم بهي الامر. نحن عم نتقاضى اخواني الكرام شيء رمزي مقابل مكتب الترجمة. شو بيتقاضى من الناس الكرام اليوم كله واضح، حبينا ان نوضح لكم هي الامر. ونحن الاشخاص ايضا اللي عم نسجل له كله واضح وامامهم. يعني انا اليوم لما عم سجل لشخص عم اعمل له التقاط شاشة بجميع المعلومات اللي عم نشتغلها. بالنهاية اخواني الكرام مثلا عم يدفع لمكتب الترجمة هي المبلغ، وعم يعطيني اخي الكريم اجوري. انا بتقاضى اجور اخواني الكرام مثلا على تقديم على 6 منظمات 150 تركي، لانه انا عامل هي الشيء بسبيل انه الناس ما تطلع اخواني الكرام هجرة غير شرعية، وبالمقابل انه الله ييسر لهي العوائل. يعني اخواني الكرام انا حتى اللي عم اتقاضاه شيء زهيد جدا، يعني ما بيستاهل حتى تعبته، لكن حبينا ان نعين هي الناس. وانا اكثر من سنة تقريبا عم اشتغل على هي الموضوع. يعني اخواني الامر عائد الكم، وبالمقابل اي شخص عنده اي استفسار ايضا بخصوص موضوع السفر رقمنا الظاهر امامكم. يعني اخواني الكرام لما عندك سؤال للسفر بتتواصل معي فقط من خلال الواتساب. الله يبارك فيكم جميعا والله يجزاكم الخير. واللي عنده أيضا أي سؤال أو أي استفسار كتبونا بقسم التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.